السعودية أعلنت غضبها رغم أن الشيخ السديس إمام الحرس المكي كان لسه قايل من 3 شهور بس أن أمريكا والسعودية هم قطبي العالم وبيقودوه الآن. فالجمهور الجزائري استنتج الحقيقة دي من كلام السديس حقيقة، وكثير من المشاهد اللي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد قرار القدس الناس بدأت تشوف. اسمع السديس كده. مجددا إلى وقائع مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد حاليا في نيويورك مع أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الظروف التي تحتاج الإنسانية كلها والبشرية جمعاء إلى إحقاق الأمن والسلم الدوليين وإلى مكافحة الإرهاب والتطرف. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. ننتقل مجددا، هننتقل إن شاء الله كلنا مجددا الحقيقة. أعتقد أن حضرتك من واقع يعني متابعتنا اللي تشرفنا بيها فترات طويلة قدرنا ازاي نخليك تصطاد، تعرف تصطاد المانفيستو او التعليمات اللي بتكون متعممة من الجهات الأمنية الناس تقرر تقول ايه.